السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن حلل الأوبتيما، الموديل الجديد والموديل القديم. وانا كنت عامله لكم فيديو قبل كده عن كل تفاصيل الحلل الأوبتيما، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية انا كنت جايبة الحلل دي، قلت لكم ان انا جايباها من زهران، من الزهران ستور. تمام. كانت وقتها كنت جايبه 5 حلل. طبعا في حلل اللي قلت لكم قبل كده برضو انا مستخدماها، دي الحلل تقريبا انا ما بستخدمتها، يعني اللي انا مش بستخدمها او استخدمتها قليل خالص. كانت تمنها حوالي 2200 ال5 حلل. دلوقتي ال4 حلل عاملين حوالي 3000 جنيه، وال5 حلل عاملين حوالي 4200 جنيه. ده بالنسبة للسعر الجديد. الموديلات طبعا اختلفت. الفرق بين الموديل القديم والموديل الجديد هو شكل المقبض، زي ما انتم شايفين هو المقبض كده اللي هو نازل كده. تمام. لكن الموديل الجديد هوريه لكم او هعمل لكم ماتشنج فيه مع الفيديو، اللي هو بيبقى نازل يعني بكيرف كده. آه، هو اكيد شركه زهران لقيت حاجه في المقابض دي، عشان كده هي عملت موديل جديد. وبصراحه انا ما واجهتش مشكله بالنسبه لي مع المقبض، بس اكيد الشركه يعني يا اما حبت ان هي تعمل شكل جديد للحلل الاوبتيما، او ان هي يعني لقت شكاوي من الحلل القديمه يعني، وعشان كده هي جددت الشكل ده. بصراحه استنتاج مني. انا قلت لكم برضو قبل كده ان الحلال دي هي زي ما انتم شايفين كده، هي بصراحه عامله زي المرايه، فهي حلوه جدا. انا بحبها. وانا برضو لسه عند كلامي ان هي للسلق. بس الطبيخ بصراحه يعني عملت فيها طبيخ قبل كده، بس البصله بتتحرق مني، مش بتظبط او بتعمل علامات في الجنب. الناس اللي قالت لي ان هي، في ناس كتير كلموني، وفي ناس كتير كتبوا لي كومنتات وقالوا لي ان هم بيستخدموها في الطبيخ وكده. انا حاولت ان انا اجرب تاني، بس بصراحه برضو مرتحتش. انا برتاح اكتر في التيفال. اوضح لكم او اقول لكم ان زهران زي ما انتم شايفين كده، هي دي شكل القاعده الثلاثيه دي، بتبقى زي ما احنا مكتوب ستانلس ستيل، وهنا في قرص الالومنيوم وفي ستانلس ستيل برضو. القرص الالومنيوم ده هو اللي بيخلي فيه توصيل جيد للحراره. ده بيبقى يعني بتبقى حاجه كويسه. الحلل بصراحه استخدامها حلو في السلق وفي ان انا بعمل اكل ابني والكلام ده كله، لكن استخدامها في الطبيخ بصراحه مش احسن حاجه. انا بستخدمها كده بس، يعني مثلا ممكن في الطبيخ لما اكون معذوره في الحلل، او ما عنديش حلل اللي انا استخدمها، لان انا عندي طقم تيفال وطقم ستانلس بس. فلو انا بستخدم الطقم التيفال مثلا في حاجات تانية، فبحاول ان هي دي تبقى يعني ايه، جانبية كده يعني، مش اساسية بالنسبة لي. هي زي ما انا قلت برضو، يعني هي مش وحشة، هي كويسة، بس اكتر حاجة في السلق. انا مامتي جابت برضو منها، طلبت لها الحلل دي في العرض، وعن طريق الابليكيشن، وحصل معايا موقف كده هحكيهولكوا برضو مع الماتشنج في اخر الفيديو، واستنوا الماتشنج. زي ما انتوا شايفين كده، دي الحلة اللي هي بتاعت زهران برضو، اللي هو الستانلس ستيل. تمام. انا الطقم ده طلبته لمامتي زي ما قلت لكم من عن طريق الابليكيشن. هو اللي حصل معايا بالظبط ان لما جالي الطقم كان في الحلة اللي هي كانت مقاس 20 سنتي. تمام. اللي هي دي كان الغطا مش بيقفل، وكان فيها زي عيب او فيها عوجان. بصراحه اتكلمت مع خدمه العملاء وقالوا لي مفيش مشكله، وهنتواصل معاكي على طول ونبعتولك المندوب. خد مني الشحنه اللي هي القديمه. تمام. ويبعت لي تاني في خلال يومين او 3، يعني يبعتوا لي طقم تاني. وده حصل يعني، وما كانش فيه اي مشكله الحمد لله معاهم يعني. فخدمه العملاء بتاعتهم يعني، او خدمه ما بعد البيع، بصراحه هي كويسه. ده الطقم، هو طقم. هنا دي الحالة اللي هي ال16، دي الحالة اللي هي الصغيرة. انا مش حطاها لان احنا عاملين، يعني انا حاليا يعني بنعمل فيها اكل. الطقم ده مخصوص، يعني مامتي جابته مخصوص عشان تعمل لابني فيه اكل يعني، وهو ستانلس. يعني برضو ان هو تستخدمه في السلق وكده. بس هي يعني كان جاي يعني بصراحة عشان خاطر ابني. زي ما احنا شايفين، هو الحلل هنا مختلفة، الشكل بتاعها مختلف عن المقبض. هنا شكله مختلف. هو هنا اقل في السمك شوية. تمام. ممكن قليل في السمك عشان يدي اللي هو الكيرف ده، لكن الحلة نفسها هي. وهنا برضو المقابض في الجناب، برضو هقرب لكم الكاميرا اهو. المقابض في الجناب برضو فيها الكيرف ده. يعني زي ما قلت لكم، انا شايفه ان هي كويسه، ما فيهاش اي مشكله. بالنسبه لي بصراحه هي زي ما قلت لكم برضو، هي للسلق اكتر ما هي للطبيخ. في الطبيخ يعني مش احسن حاجه.
ولو حد طبخ فيها يعني، انا ما اعرفش بصراحه هما بيستخدموها في الطبيخ. انا طبخت فيها مره او اتنين، ما حبيتهاش، حبيت التيفال اكتر. هي اكتر حاجه صحيه هو الاستانلس والبايركس يعني. يعني حتى لما كانوا بينصحوا للاطفال، يعني في دكاتره كتير بتنصح للاطفال الرضع، وان انت تصنعي اكل للاطفال او تطهي اكل للاطفال، يعني ان انت تستخدمي الاستانلس. وطبعا لو في مصفى بخار، انا بصراحه بستخدم الحله عاديه، بس عايزه اجيب ليها مصفى بخار، يعني ان انا اسوي لابني الاكل على البخار، لان ده هيكون افضل بكتير يعني، وان هو هيلسي اكتر وصحي اكتر للطفل. بس هو برضو التسويه عن طريق السلق في الاستانلس هو مش وحش. الطقم اللي انتوا شايفينه ده هو مكون من 4 حلل، الحله بس ب 16 هي اللي مش موجوده، تمام، عشان احنا بنعمل فيها حاجات. الحله التانية اللي هي زي ما انتوا شايفين دي، اللي هي دي الحله اللي هي ال20، يبقى دي ال16 دي صغيره قوي. لو انتوا نفرين ممكن تعملي فيها الرز لو انت بتستخدميها، او تستخدميها مثلا طهي حاجه للاطفال. دي ممكن تستخدميها في ان انت تعملي فيها مثلا رز لو انتوا عيله، تمام. هو جواها اللي هو الضمان بتاعها. ودي الاكبر شويه، دي ممكن تستخدميها في الطبيخ، اللي هي دي المقاس اللي هو تقريبا دي حاجه وعشرين، تقريبا 24. خليكم معايا كده، تمام. المقاس اهو مكتوب، اللي هو اهو مقاس 24، تمام. دي مقاس 24، والحله الكبيره دي مقاس 28، مكتوب عليها اهو 28 سنتي. دي الحله المقاس 28، في الغالب بتستخدميها لو انت بتسلقي فراخ او حاجه، بصراحه هي كبيره، تمام. فيها برضو الضمان بتاعها، هي كل حله بتيجي فيها الضمان بتاعها اللي انا قلت لكم برضو عليه، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات ده في صندوق الوصف. بيجي زي ما انتم شايفين برضو العلبه اهي، تمام. مكتوب فيها مقاس 16 ومقاس 20 ومقاس 24 ومقاس 28. مكتوب فيها ان هي 8 بيس. هما طبعا 4 حلل، هما بيعتبروا الغطا يعني قطعه زي قطعه معاكي. مكتوب عليها ستانلس ستيل اوبتيما 8 قطع. مكتوب عليها 8 بيس ست. الست ده اللي هو القطعة نفسها، تمام. فهي بتيجي برضو اهو، عايزه اوريكم برضو، هي جايه عن طريق الشحن، فهي جايه بالليبل كده عن طريق شركه ارامكس، مكتوبه هنا. ودي بياناتنا والبيانات بتاعتنا احنا، وبيبقى الفاتوره كمان بتاعتها عشان لو حصل لها اي حاجه. بس عموما هي الشركه اصلا، يعني انا حصل معايا الموقف ده، رجعت للشركه وقالوا لي مفيش مشكله، يعني ان احنا نرجع لك، وبصراحه كانوا ذوق جدا. دي حاجه تخليني ان انا اقول لكم اطلبوا اونلاين، واشجعكم ان انتوا تطلبوا اونلاين بدل الشيله بقى. لو انت معاكي عربيه وعايزه تروحي تنقي وتشتري مفيش مشكله، لو انت رايحه تشتري كذا حاجه، لو انت هتطلبي تمام. الطقم ده انا قلت لكم عليه كان ب 3000 جنيه. وفي الطقم اللي هو ال5 حلل ب5000، ب4000 جنيه، 4200، لكن ده كان ب3، تمام. وبليز شير ولايك وسبسكرايب للفيديو، وسبسكرايب للقناة عشان نوصل ل1000 مشترك، واعمل لكم فيديوهات اكتر، وتشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم.